انا نازله رايحه كام مشوار وهروح السوبر ماركت اجيب شويه حاجات قبل العيد، علشان في حاجات بصراحه كده ناقصاني فكتبتها ونازله بقى السوبر ماركت. تعالوا معايا نشوف هجيب انا نزلت من البيت تقريبا كده الساعه 12 الا ربع. وبعدين الشوارع كانت كويسه يعني مش زحمه، والشمس ما كانتش طالعه قوي، وزي ما انتم شايفين كده الشارع كانه الساعه 7 الصبح. فانا دلوقتي رايحه فتح الله، والشارع زي ما انتم شايفين كده كويس. يعني كتبت بقى لستة بالحاجات اللي انا حطاها عشان اشتريها. انا دايما بكتب كده، لكن لما فرح بتكون معايا هي بتاخد وقت على ما بتشوف الحاجات اللي هي عايزه تشتريها، فبفضل واقفه فتره في المكان، فعيني بتروح على حاجات معينه. انما انا لوحدي بروح اصيب الهدف على طول، يعني الحاجات اللي كاتباها بشتريها. انا جيت فتح الله اهو، هروح اجيب بس شربات عشان البيت. هشتري دول فرح كده ليه شربات ليا انا ونور وفرح. مجبتش تعالي موبايلي ضاع مني، وفي الاخر لقيته كنت بجيب التشت اهو اهو التشت ده. وبعدين فوق كده في الرف وقاعده ادور على الشط، وبعدين ببص ما لقيتش الموبايل ده تحت الشنطه. كان في واحده واقفه ورايا بقول لها انا عايزه موبايلي حالا. ببص لقيته محطوط على الرعم. نجيب منظف دهون عشان العيد، ننظف التويلت ده كده، ننظف الدهون. تعالوا نجيب ليفه وصابون. تعالوا بقى نجيب فرشة سنان. جبت اتنين مع بعض. كنت عايزة اجيب مفرش لترابيزة المطبخ، بس ما لقيتش بصراحة حاجة عجباني. شوكولاتات العيد عشان انا ما عملتش شوكولاتة. قدامي طابور خلصنا خلاص، مستنية اوضة. زحمة قوي الساعة دلوقتي 1 وتلت. الدنيا كانت زحمة قدام فتح الله، لكن الشوارع احنا مشينا من شوارع فاضية شوية، فالشارع ده المشاية، وده نادي الجزيرة. انا بوريكم شوية محلات ازاز ملطش بتاع العربية، فبوريكم شوية المحلات بقى اللي في المشاية. دي محلات تانية، وفي مطاعم في قصر الاسماك زي ما انتم شايفين كده، ورشدي، ومحلات بقى الادوات المنزلية امتداد المشاية. جبت طشت الحمد لله. روحت البيت. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 2 الا ربع تقريبا، ما اتأخرتش. ودي يا جماعة المشتريات اللي انا جبتها من بطاطا او جوه ماركت. تعالوا بقى ايه، دي اول حاجة عايزة اوريها لكم بس عشان نفضي الحاجة هنا في البيت. اول حاجة بقى ده الطشت. انا جبته النهارده ليه؟ لاني اخر مرة كنت في جملة ماركت كنت اشتريت طشت زي ده بالظبط، يعني نفس اللون ونفس الماركة، بس كان اصغر منه وغويط شوية. وبعدين لما جينا بقى عند الكاشير اكتشفت ان انا معيش فلوس كفايه، ونسيت اخد الكارت اللي هو فيه فلوس الكتير، نسيته. كنت محرجه قوي، فاضطريت ان انا ارجعه وارجع كمان شويه حاجات تانية معايا. تعالوا بقى نبتدي نشوف. ده اول حاجه، ده ب 125 جنيه. شايفين حجمه قد ايه؟ كان في منه الرمادي بس انا جبت الابيض. تعالوا بقى نفتح الاكياس كده. كل مره بقطع الاكياس بس انا مش هقطعها بقى، مش هقطعها والله عشان نستخدمها استخدامات تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شراب بتاع نور. جبت كوفي وحاجات مصرية، يعني الحقيقة ده كان مش عارفة كام، تقريبا 45 جنيه ولا ايه. وده الفرح 59 جنيه، وبتاع نور برضو 59 جنيه. كل واحدة 3 شربات. ودي ب 27 جنيه. ودي كان عليها خصم معجون اسنان. وجبت نص كيلو ترمس ب 31 جنيه، بس الترمس ده حلو عشان الحق اعمله. وجبت صابون، انا حاطه الصابون مع الاكل دي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مشتريات العيد علشان يعني انا بنزل قبل العيد بيوم ولا 2 ولا حاجه اجيب الحاجات اللي ناقصه. ده منظف التويلت، وده منظف الدهون عشان المطبخ، ومزيل عرق، وصابون. الصابونه دي ريحتها حلوه قوي بصراحه. الكيس ده مقطوع فانا هقطعه عادي بقى.
دي بقى الشربات بتاعتي برضو 59 جنيه 3 فيها لبن وابيض ورمادي. في التصوير شكله الرمادي شكله لبن. وجبت فرشة اسنان 2 مع بعض عشان لازم اغسل سناني كل يوم لازم، فمش عارفه بقى استخدم اي واحده. الاثنين دول ب 40 جنيه عليهم عرض، وانا بجيبها ميديوم، بجيبها متوسطه، ما بجيبهاش ولا هارد ولا سوفت، بجيبها ميديوم. وقولوا لي بقى اختار اللون ده ولا ده، الاخضر ولا الموف بنفسجي. وجبت كمان انا عايز سهل اشوف حاجه دول يا جماعه ب 48 جنيه. ده بونبوني توفي، مش عايزه اقطعه من بقي عشان شوف بس شكله ايه. طب حلو حلو ملفوف اهو جميل. وجبت دي كمان، دي كانت ب 100 تقريبا 139، فيها تشكيله كبيره يعني فيها حاجات كتير ومنتجات مصريه على فكره. مكتوب عليها هدي عيد سعيد. وجبت القطماط عشان لو عملنا فراخ بانيه ولا حاجه. وجبت 3 اكياس من دول يا جماعه، من دول. جبت بقى حاجه قدام المطبخ علشان انا كنت عايزه حاجه قدام المطبخ بصراحه. دي ب 125 جنيه، هي بتتحط قدام باب الشقه بس انا عايزاها قدام باب المطبخ. يعني انا عايزاها قدام باب المطبخ، اصلا خفيفه، شايفين هي خفيفه، وعايزاها قدام باب المطبخ عشان ما تتحركش، لان انا عندي واحده بس بتتحرك، هي فيها عيب صدقوا مقطوعه بس مش مشكله. ايه تاني؟ دي اخر حاجه بقى. الكيس ده مقطوع؟ لا مش مقطوع، فمش هنقطعه، بما ان الكيس مش مقطوع فمش هنقطعه. تمام؟ نفتح كده ونشوف اخر حاجه. دي المناديل دول 3 دول مناديل اللي هي بتاعت البيت العاديه. دول بقى ب 72 جنيه اللي انا فاكراهم، ده ب 72 جنيه. ده روز جاردن منتجات جمله ماركت، انا بحب اللون ده قوي. ب 72 جنيه 3. وجبت دي حقيقة مش فاكرة كام، دي برضو حلوة من منتجات جملة ماركت اللي هي روز جاردن برضو. انا بحبها ليه؟ لان هي كبيرة عريضة وبتكفي وخامتها حلوة، وكمان يعني كميتها كبيرة كتير، يعني كتير، الكمية بتاعته كبيرة مش قليل. بس هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده، ما اشتريتش حاجات يعني كتير. اللي انا قطعتهم، انا قطعت كيس واحد بس صح؟ كيس واحد بس للطبخ. دي المشتريات اللي انا جبتها النهارده. وكل سنه وانتم طيبين، وبحبكم قوي 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 قوي، ومبسوطه ان انا معاكم السنه دي. نزلت حاجات على القناه دي فمبسوطه بجد، يعني ان انا نزلت حاجات على القناه دي في رمضان، مع اني كنت فاكره ان انا مش هنشر حاجه على القناه دي، بس انا مبسوطه ان انا موجوده معاكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وبحبكم قد الدنيا دي كلها. وادعوا لي بقى، ما تنسونوش بدعوه حلوه منكم، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.